السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمام دوار شهيدة العفة والشرف. هذه القصة اللي راح أرويها لكم. ركز على التمثال. الحين راح أقص لكم قصتها. أنا موجود أمام تمثال العفة والشرف أو شهيدة العفة والشرف. أحكي لكم القصة اللي حكوا لي إياها. إن هذه البنت تفاجأت بسيارة مفخخة، صار انفجار بجانبها، أثر بسيارتها وانفجرت معها سيارتها، صار احتراق بسيارتها، ولعت السيارة كلها نار. البنت شهيدة العفة والشرف طلعت من السيارة، ولكن لما طلعت وبجسمها نار، احترقت ملابسها. شافت اني جزء كبير من جسمها طلع، فقالت وقررت بدل ان لا تركض الى الشارع وتنقذ نفسها، قررت ان ترجع للسيارة لان جسمها طالع، وتحرق نفسها وتستر نفسها بالنار. والله صحيح ان شهيدة العفة والشرف الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته يا رب.